السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله تكون حلقة عن كابتن حسام حسن وتولي تدريب منتخب مصر. اللي أعلن امبارح بعد إقالة فيتوريا رسميا، وبقى حسام حسن هو المدرب الوطني اللي بقالنا زمان نفسنا نكون هو، أو نكون واحد نفس أسلوبه. هو وكابتن إبراهيم حسن طبعا هيكون مدير الكورة معاه. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن أسلوبه وشخصيته في تدريب الفرق والمنتخبات مع منتخب أردن سابقا. هو ده المنتخب الوحيد اللي دربه، وبعد كده منتخب مصر في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، في الوقت الحالي. وطبعا كلنا عارفين هو كان بيدرب المصري وفيوتشر والاتحاد السكندري وبعض الأندية والزمالك طبعا وبعض الأندية. فإن شاء الله النهاردة تكون حلقة عن كابتن حسام حسن، هنشرح في النهاردة أسلوبه وليه هما اختاروه وهل هو الأنسب ولا لأ. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ولو عجبك الفيديو إن شاء الله يعني. فيلا بينا نخش في الموضوع على طول من غير كلام كتير يعني. أعلن امبارح إن حسام حسن هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الوطني بعد إقالة فيتوريا رسميا. هما قلنا لك بقى هو الأنسب واحد عشان مفيش دورات، من الآخر إن فيتوريا خد كل الدورات اللي كانت مع الاتحاد الكورة المصري وصعب توفيرها في الوقت الحالي. وكمان ده مدرب وطني ونفسنا يكون مدرب وطني بشخصية زي حسام حسن يحقق إنجازات إن شاء الله يعني مع منتخب مصر، مثل ما عمل مع منتخب الأردن. هو كان معاهم في 2014 تقريبا وعمل معاهم أداء جيد جدا، وكان أهلهم لكأس العالم لولا اللي هو اصطدم بمنتخب أوروجواي اللي كان بيكامل نجومه زي سواريز وكافيني. كان مكمل لسه كانوا شباب عند الوقت، طبعا كلهم كبروا في السن بس لسه برضه لعيبة كبيرة. فلولا ان هما الماتش ده خلص 5-0 بتكتب ماتشين وما تأهلوش، بس عمل ماتشات كويسة في بطولة آسيا، وهنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو ونشرح أرقامه. ففي البداية كده هنحب أوضح لكم أرقام الفرق. هو عمل ايه مع الأندية اللي هو دربها؟ عدد المباريات 421 مباراة، فاز 176، تعادل 141، خسارة 104. سجلت الأندية التي تولاها 589، استقبلت شباكه 460 هدف. هو بيهاجم وبيستقبل أهداف كتير برضه. فهل خطته المعتادة 4-2-3-1 وساعات بيغيرها؟ فهل هو هيكمل بنفس النسق ده مع منتخب مصر؟ فهنعرف ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، في البطولات اللي جايه، وخصوصا ان هو هيلعب ماتش مع منتخب مصر في الامارات في بطوله وديه يوم 22 مارس، هيكون فيها تونس وكرواتيا. مش عارف، تقريبا هيبقى هما يوم بس، مصر وتونس وكرواتيا، وده هيكون اول ماتش ليه ان شاء الله مع المنتخب. فان شاء الله ربنا يوفقه مع المنتخب ويكون مثلا هو مدرب كويس وشخصيته جامدة، وإن شاء الله يعمل أداء جيد مع منتخب مصر، ويا رب يحقق لنا بقى أفريقيا ونرجع تاني لعظمة المنتخب بتاع أيام زمان. يمكن ربنا يرزقنا بحسن شحاتة جديد، الله أعلم. أنا بقول الله أعلم عشان محدش يقولي مفيش حد زي حسن شحاتة، الله أعلم. محدش فينا بيعلم الغيب، الله أعلم. فالمهم، فهنتكلم ان شاء الله النهارده عن ليه هو الانسب، وقلنا لك عشان مفيش دولارات وهو المدرب الوطني والكلام ده كله. بس هل بقى هو هيكمل ولا لا؟ هيكمل بعقد رسمي 3-4 سنين مثلا زي اي مدير فني ولا لا؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الايام القادمه. لسه محدش اكد ان هو عقده بكام سنه، فان شاء الله يا ريت كمان هو يكمل بعقد مثلا 3-4 سنين ويسيبوه يشتغل براحته. سيبيه يكون الجهاز الفني براحته، يجيب مساعدينه براحته. فعايز انبه على حاجه بس، معلش على طريقه الكلام وان انا لسه مش عارفه اتكلم قدام الكاميرا. فان شاء الله في الفيديوهات الجايه الكلام ده هيتحسن باذن الله، واوعدكم بكده. تمام. ف واتمنى كمان انتوا تدعموني في القناه دي. فنكمل كلامنا عن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن. هما طبعا شغالين مع بعض وهيشتغلوا مع بعض في المنتخب. اتمنى بقى ان هم يشتغلوا براحتهم، محدش يضغط عليهم، ما يسمعوش هم كمان لكلام الناس اللي حواليهم زي ما كان في دوريا بيعمل قبل بطولة افريقيا. كان بكلام، وبعد بطولة افريقيا قصدي يعني كان بتشكيلة وكلام ورأي واسلوب، وبعد في البطولة بكلام تاني وتشكيلة تانية ولعيبة تانية ولخبطة في التشكيل ومش عارف ينظم التشكيل ومالوش خبرة كافية. احنا جبناه اديناله خبرة ومشيناه. هو بقى كده هيتولى تدريب منتخبات، هيكون خد على الأجواء الأفريقية وما كانش لسه متعود على الأجواء الأفريقية. فما علينا من الكلام ده. كمل حسام حسن
يا ريت بقى ما يحصلش معاه زي كابتن ايهاب جلال وكيروش وحسام البدري وخيرا فيتوريا. هو يكون ليه شخصية، هو معروف عنه ان هو شخصيته جامدة وحازمة جدا مع اللعيبة. عايز اعرف بقى لسه هو اسلوبه مع اللعيبة المحترفين هيبقى عامل ازاي، لسه برضه هيفضل شخصية صارمة ويشتم ويزعق والكلام ده كله مع اللعيبة المحترفين، وخصوصا زي واحد زي محمد صلاح هو اكيد مش هيستحمل ده، والمحترفين خصوصا برضه مش هيستحملوا ده. اللعيبة هنا المصريين ماشي بيستحملوا، في لعيبة منهم مبتستحملش. اللعيبة الأردنيين مع منتخب الأردن طلع قال ان هو كان بيشتمهم بشتايم ما يستحملهاش راجل يعني. فعشان كده هو مشى من منتخب الأردن وبعد كده جه يكمل تدريبه هنا في مصر مع الأندية المصرية. فهنعرف هو عمل ايه مع منتخب الأردن دلوقتي. أرقامه مع منتخب الأردن، هو لعب 15 ماتش، 4 منها في كاس غرب آسيا، فاز 6، تعادل 6، خسر 3. الهزائم الثلاثة كانوا قدام منتخب كولومبيا وأوروجواي، هما طبعا عملاقين في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى قطر في نهائي كاس غرب آسيا. واللي هو حسام حسن انتهت رحلته مع الأردن في يوليو 2014، يعني قضى معاهم 365 يوم فقط تقريبا. فوصل للمباراة النهائية من قطر في غرب آسيا وخسر بثنائية نظيفة. فدي أبرز كلام يعني عن حسام حسن مع منتخب الأردن في 2014. تمام. فيا رب يا رب يكون ان شاء الله يعني يكون قدم مسؤوليه في تدريب المنتخب مصر، خصوصا كمان منتخب مصر لسه محتاج يرجع هيبته تاني وسط المنتخبات الافريقيه والعربيه. وكمان في كاس العرب لسه جاي، وكاس دبي الوديه، وكاس افريقيا في المغرب 2025 في الصيف، وتاهل كاس عالم. قدامه شغل حلوين يعني عشان يقدر يخلي الناس تثق فيه. بس هل هو بقى الأنسب دلوقتي للعيبة المحترفين ولا لأ؟ هل اتحاد الكورة بيتعامل ازاي مع النقطة ديت، ولا هو جايبه كده وخلاص عشان يكمل مدة مثلا تأهل كاس عالم ويجيبوا لنا مدرب أجنبي تاني، خصوصا زي ما عملوا مع إيهاب جلال، قعد شهر و22 يوم، وكارلوس كيروش 7 شهور و3 أيام، حسام البدري قعد سنة و12 شهر و17 يوم. فهل بقى الكلام ده هيحصل مع حسام البدري، ولا هيكمل بعقد طويل 3-4 سنين مثلا ويستمد فيهم بقى خبرات تدريب المنتخبات اللي عمل معاها منتخب الأردن، ويدي ثقة للعيبة ويتعامل بأسلوب أحسن من الشتيمة وزعيق وكده مع اللعيبة المحترفين؟ وهل أصلا في لعيبة محلية في المنتخب بتوع الأهلي والزمالك هيستحملوا الكلام ده في المنتخب ولا مش هيستحملوا؟ فدي كانت حلقة النهاردة كلام عن منتخب مصر وكابتن حسام حسن في تدريب منتخب مصر. وإن شاء الله لو حصل أي جديد في الموضوع ده نطلع نعمل فيديو ونتكلم بالتفصيل تاني إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو متنساش تقولي في الكومنتات إن الفيديو عجبك، ولو عندك أي ملحوظة تقولها لي برضه الفيديو معجبكش في إيه نعدلها نكون سوا يعني إن شاء الله. ومتنساش بقى شيل لايك وسبسكرايب. سلام.